حكايات الواحة، قصص وصور مليئة بالعبر. كان حتى كان في أيام زمان، قبل ما يتعلم الإنسان يزمن بالقلم، كانوا الناس القدام كيحكيو حجايات أشكال وألوان. كان يا الحباب العمى يخيط الكتان ويقول شفت زين فلان وفلان، والزحاف ينقاز الحيطان ويزيد في الكلام كون ما جريت كون صبحت حتيت في كل بيت. أما الزنزون كان يديع الخبار من دار لدار ويخاصم أهل الدوار. الحاصول شلا ما كان في داك الزمان. وبلا ما نطول الهضرة ونزيد في الحديث، هاني جيت نحكي لكم اليوم حجاية جديدة كلها غاية وفائدة. نتاوي الكلام ونزمن بالقلام ونحكي لكم اللي ينور العقال. كان يا ناس الخير وعلى ما حكاو عمي العدلاني ومراتو لالا مهاني، ناس من الزمان الاولاني ساكنين في نواله ورزقهم الله ب7 البنات. عمي العدلاني كان راجل شيباني في صرفو حقاني. اما لالا مهاني امرأة بضعة، وكيف ما تيقولوا ناس زمان خبز ربي في طبقو. عاشوا كاملين في قبيلة بعيدة معزولين على الدوار، حيت عمي العدلاني كان كيقلب على التيقار، ما يبغي كترة الهضرة ولا الغوات والمناقرة. ايه يا سيادي، كانت المعيشة بسيطة، والعدلاني كانت حرفتو حطام. كل صباح كيشد الرحال ويوصل للغابة يحطب ويبيع الخشب، واللي جابو الله بيه يقضي اللي يحتاج، ويروح لدارو راضي بالقسمية بحالو بحال لالا مهاني اللي كانت جامعة مكب ومضوية النوالة، مربية البنات وحاكة الدبرة، معلماهم الشقا والنقا. ايوا يا الفضال، دازت ليام ولالا مهاني مرضات، شدات الفراش ونهار على نهار كيزيد عليها الحال. ما طولت مسكينة، وفي واحد الصباح صبحت ميتة وسدا باردة جامدة. عمي العدلاني حزن وحزنو طال ايام وزمان، وكانوا بنياتو عليه حنانات يدوروا عليه وينقيولو دارو وجنانو، قايمين بالشغال وما يطلبوا المحال، زينات ورزينات امتدت ومحصنات. عمي العدلاني يا الحباب صبر وزاد في الصبر، شاف من حال بناتو اللي محتاجين ليه، ما عنده لمن يخليهم ولا اللي يتهلا فيهم. جمع راسو وتحزم بحزامو، رجع لعادتو وخرج يطرد رزقو. كان عمي العدلاني كيملك جرو، رباه من صغرو عزيز عليه، ما يفرط فيه ولا يمشي ويخليه. ومشات ليام وجات اخرى، والعدلاني اللي داروا اليوم كيديروا غدا، وليام دازت مشابهه. اما البنيات كان عزيز عليهم التقشاب، يبسطوا ويقجموا، يحطوا له ياكل، عاد يسولوه كيف داز نهارو. كان العدلاني مسكين فرحان ببنياتو من بعد موت مراتو، وكانت بنته الصغيرة حويدقة وفهيمة زعمة وشاطرة وقريبة لباها، كتفهمو على شعره وتحس بيه بلا هضرة. وهما كاملين كانوا مع باهم مرضيين. وفي واحد النهار يا سامعين، البولحنين اتبدل حالو وقل كلامو وحتى ماكلتو. كان حاسب ما كيدوق النعمة، ومرة كيشرب هير جغيمة الماء.
ما عرفوه مالو ولا اش غير حالو. وفي غيبتو تشاوروا. كانت الصغيرة هي اللي فتت عليهم الري. البنات، واش رديتو البال لبا؟ ضعاف وقلات ماكلتو وما عرفتو مالو. زادت الكبيرة وقال: ايه اخواتاتي، هادي ما هي عادتو، ياك ما مريض؟ جاوبتها الوسطانية: لازم علينا نسولوه ونسقسيوه، نعرفو مالو وعلاش تغير حالو، وإلا كاين شي هم ولا شي خلة تما نحلوها حنا. البنات يا الحباب عزموا وعولوا مع باهم يهضروا ويتكلموا. وكانت الصغيرة هي الزعيمة، هنات خواتاتها وقالت ليهم: اليوم نفرقعوا هذا الرمانة ونزولوا الملامة ونفهموا بانا. داز يا سيادي النهار وتعاشت العشية، ووصل عمي العدلاني من الغابة محمل بالعواد وحامد وشاكر الجواد، والكلب كان في جنبه فرحان بمعلمه. حط العدلاني التقلة وساس يديه من الغبرة ودفع الدفة ودخل لبيتو كيف العادة. البنات كانوا موجدة الحمام اللي كان سخون والطاجين طايب وريحته فايحة، أما الخبز اللي طيب على وجهه كان واقف مع الحيط في الكشينة. الرحى كانت كتدورها البنت الثالثة، أما الضرا كانت بنته الرابعة كتجمعها في الخناشي باش تكون العولة العام موجودة في المتمورة. الحاصل كل شي كامل ومكمول. دخلوا البنات يا سامعين لعند باهم الحنين بعد ما عام وكال وسند. داروا عليه دورة الخاتم وهو كان وسط منهم كيف الحاكم. تكلمات الحويدقة النويشطة بنته الصغيرة: أبا، حالك ما عجبنا شاي، ماكلتك قلات وكلامك توحشناه، ديما ساكت، مالك؟ قول لينا مالك. نطقت الكبيرة اللي كانت كتشبه لمها لاله مهاني: أبا، اللي تقلات عليك خفات علينا، ياك ما كاينه شي خله ولا عياتك المحنه؟ تكلم وخوي علينا المزيوده. البنات بسبعه يا حاضرين كلهم كانوا تما يرددوا الكلام ويسولوا على تبدال الحال. والوسطانيه كانت قنيشه تقليقتها قريبه: أبا، قول لينا واش عييتي بينا ولا عليك تقنا؟ العدلانية الفضال ناض وشد في كتاف بنته: لا واه يا بنيتي، هاتي ما هي نيتي، انتوما عمارة داري ونورت حياتي، وبلا بيكم نموت وتفنى حياتي. رجعت الصغيرة كتدوي وكانت قدام باها كافية ركبيها وشادة منه كتشوف له في عينيه وتردد في الكلام: ايوا مالك؟ خبرنا مالك، عليك تهولنا، راك عارفتينا يتامى، الا كان في نيتك تزواج غير قولها لينا. لا بنيتي، انا من بعد ام هاني ما تعمر عينيا بنت المراه، ولداري ما تدخل ولا باقي انا ندخل لسوق الهم. تكلمت الكبيره اللي كانت بعينيها كتسكت في خواتاتها: ايوا قول لينا مالك ابا، يزول الكروب ويتفاجاو القلوب. عمي العدلاني هز عينيه ودورها في بناته: انا يا بنياتي تشوقت لربي وبغيت نحج ونزور قبر النبي، وهذا الشيء ما يمكن لي. وعلاش ابا؟ سير وكون مهني، راحنا تربيتك وتربية امي، لا تخاف ولا تهول. الله يا بنيتي، كيف نخليكم انتوما وحدانيات، لا خو معاكم ولا خال يطلل عليكم، لا اللي يحضر الغيبة ويرد الهيبة. لا يابا، نعل الشيطان، راحنا قادات
حادقات وماضيات. بقاو البنات يا الحباب يقنعوا في باهم يسافر وعليهم ما يخمم ولا يتهول. الراجل اسمع كلام بناته، اتقدى ليهم اللي خاصهم ووصاهم ما يحلوا بابهم ولا يسمع حد جوابهم. تبقى دفتهم مسدودة وما يجيبوا له ما. ووصى كلبو يحضي الغيبة ويرد الهيبة، يقعد عند الباب الليل والنهار. الجزء الأول من القصة ديال الحطاب كمل. نتلاقاو في الجزء الثاني، وما تنسونيش من الكومنتير واللايكات. وإلى اللقاء يا أصدقاء.